نعمل شنطة رمضان أحسن ولا ندي فلوس ولا نعمل إيه بالظبط؟ في جدل داير دلوقتي على موضوع شنط رمضان ده. أنصار الشنط شايفين إنها أفضل علشان الناس هتستفيد بالسلع العينية زي الزيت والسكر والرز والسمنة، واللي مش حابين موضوع الشنط بيقولوا إحنا نوزع فلوس أحسن، لأن اللي هيستفيد بيها هو اللي هيقرر عاوز إيه بالظبط وهيشتري اللي محتاجه. الحقيقة الفكرتين ليهم إيجابيات وليهم سلبيات. مشكلة الشنطة إنها مكوناتها محدودة واللي ممكن في بعض الأحيان ما تكونش مناسبة للشخص اللي هياخدها. أما الفلوس في ناس بتخاف اللي هياخدها ممكن ما يصرفهاش صح، أو من الآخر يجيب بيها حاجة على مزاجه. بعد شوية بحث ومذاكرة لقيت إن أفضل حل بالنسبة لي أنا شخصيا هو كلمة واحدة بس: الجيفت كارد أو الفاوتشر. وهنا أنت هتروح لأي هايبر ماركت كبيرة هتلاقيهم عاملين جيفت كاردز بكذا قيمة مختلفة، والكارت ده بيتعامل معاملة الفلوس لكن تصرفها جوه الهايبر ده، وبكده أنت ضمنت إن الشخص هيشتري اللي محتاجه من غير ما تفرض عليه حاجة ومن غير ما تبقى قلقان ان الفلوس تتصرف في المكان الغلط. بس ملحوظه مهمه: ابعد عن الهايبر ماركتس الغاليه علشان ما تصعبهاش على اللي هيستفيدوا من الجيفت كارد، وروح على الهايبر ماركتس الكبيره اللي اسعارها في المتناول. لو حد عمل الفكره دي يا ريت تعرفوني في الكومنتس، ورمضان كريم عليكم.